لا يمثلون حرب. هم إذا كانوا يمثلون حرب كذا، احنا بني رشيد بعضها ما هو حتى بدولنا. أنا صادق الكلام هذا. طيب يا أبو عمر مساك الله بالخير، أنا عندي سؤال طال عمرك. هل قبيلة بني رشيد يربطها نسب مع قبيلة حرب سابقا؟ ممكن أدناهم. وشلون؟ لا أبي متزوجين فيها النسب يعني يجيزه. إيه فيه كثير. ما دام في لحظة يا جماعة الخير، ما دام فيه كثير أنت تقدر تحلها، وأنا أعطيك راية الحل. أنت شيخ طال عمرك الرحالة ونعمل فيهم ونعمل فيك، وما دام فيه طال عمرك نسب وفيه ناس متزوجين منكم وناس ناخذين منا، تقدر تدخل طال عمرك وتكف الناس اللي تدخلوا بشؤون جماعتك وهم ما لهم دخل، يعني تعدوا عليك وكسروا كلامك وخلوك عن جنب. سمعت ولا تقدر تدخل تقول طال عمرك هذا يربطنا فيهم نسب الفلانيين والفلانيين والفلانيين والفلانيين. لا وبعدين واليوم اسمح لي يا ابو، واليوم انت تقدر تحلها، والله العظيم انك تقدر تحلها. تطلع طال عمرك وتصرح ان انا لو احد يا طول العمر فيه مشكله بجماعتي قبيله الخيرات ما ترضيت ان احد يتدخل فيهم، انك الفرم تدخل، ابن بتله تدخل. هل ابن بتله ما يمثل حرب يا ابو؟ يمثل قبيلته. يمثل قبيلته. لحظه يا جماعه، والفرم يمثل فخذه، انت تمثل فخذك طال عمرك. واليوم طال عمرك الحق عليك، انت ما بدر منكم الا العلم الغانم والشرف والشهامه وابوها راضي والبنت راضيه. واليوم طال عمرك حنا ودنا طال عمرك انك ما تاخذها من جانب قبيله بني رشيد وقبيله حرب، خذها من جانب طال عمرك اللي يسالك الله عنه يوم لا ظل الا ظله. سمعت ولا لا؟ شوف ترى الدنيا تبي والاخره تبي. انت طال عمرك تقدر تحلها، تقف يا طول العمر وتكلم ابوها، ما دام طال عمرك تربطنا فيهم نسب، ما هي بالاولى ولا هي بالثانيه ولا هي بالثالثه. سمعت ولا؟ الا زوج الرجال اللي يجوك وخلى الزوجه تمشي، واللي يجيهم انا وانت، انت ميره وهو رجل طال عمرك عاقل. واليوم حلها تراه بيدك. والسلام. يا أمير الفتنه بدت من علي بن سعد الحويري، حنا خواره ناقوة بنت عبد الباقي ابن طماح بن سمع، حنا خوال عيال عمهم، والفتنة بدأت منها. هو الشاب من المدينة منور وطبحها عندكم يا رحلة. المقصد مجيك عزيز، المقصد مجيك والله عزيز، وإن مقدرين مجيك، يعلم الله إن مقدرين. يلا يا